السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم وصفه خفيفه اللي عملتها بصدر الدجاج والبطاطا. نبداو على بركه الله. هذه الوصفه هنا نحتاج صدر دجاج قطعته دي مخصو. هنا عندي بصل معدنوس وعندي 2 فصوص ثوم والحمص. نبداو الطريقه على بركه الله. هنا حطيت زيت، وهنا نحط من الاول نحط قطع من صدر الدجاج، يعني ما نديروش هذيك الكميه كومبلي، غير سي جوست نقليوها. وهنا هذا هو السر باش تجيكم مرقه بنينه. يعني هنا دركا راح نبداو بالمرقه. نقليوها تري بيان حتى تشوفوا هذوك لي مورسو تاع ليسكالوب اخذوا اللون الذهبي. هنا حطيت البصل وحطيت المعدنوس ونقليهم بيان. هنا لازم نقليو بيان هذاك البصل مع المعدنوس لي مورسو تاع ليسكالوب. هنا نربيو 2 فصوص ثوم كذلك نحطوهم. فوالا اللي هي عندها افخاذ الدجاج عادي، يعني هاد الوصفه تقدروا ديروها حتى بلي كويس. هنايا درت الملح ودرت غير شويه كركم، راح يمد لون ويمد بنه كذلك. ونزيدو نقليوها بيان. هي السر تاعها لاصوص هذه في التقليه نتاعها. هلا وهنا نكملو لي مورسو تاع صدر الدجاج. الاولين قليت بيهم وهادو راني كملتهم كومبلي. ونزيدو يعني ندخلوه مع هذاك البصل قليوها. وهنا نديرو الماء نمرقو بيان. هلا ونديرو كذلك الحمص ونخليوها الطيب حتى يطيب هذاك الدجاج. هنا البطاطا قطعتها، هنا ما قطعتهاش كيما لي فخيت رقاق، لا لا درتها شويه خشينه وقليناها. هنا تقليو البطاطا. وهنا من جهه درت البيض، درت الملح. هذه العقده اللي نحطوها فوق لاصوص والبطاطا دوك تشوفوا. هلا هنا راني خلطت في البيض، راح نزيد له شويه معدنوس. هادو كومبلي راح نحطوهم في الكوشه، راح يجيكم بزاف بنين صراحه. هنا واش نبداو نجيبو ان بلاطو نحطو فيه لاصوص والدجاج اللي طيبناه. فوالا نحطوهم هما الاولين. ومن بعد هنا نحطو البطاطا المقليه. فوالا ومن بعد نحطو الخليط تاع البيض والمعدنوس والملح. هنا صراحه انا درت 3 حبات ومن بعد زدت زوج، يعني شتها من الكميه ما كفاتنيش. وانتم ديروا على حساب والبلاطو اللي عندكم. هكذا ومن بعد نديروها في الكوشه. في الكوشه نحطوها من تحت الطيب، يعني ها تاني طيب هذاك البيض، ومن بعد نشعلوا عليها من الفوق حتى تاخذ اللون الذهبي. هذه هي الوصفه تاعنا، ان شاء الله تكون عجبتكم. الوصفه بزاف بنينه وصيفيه وخفيفه، ان شاء الله تجربوها. دمتم في رعايه الله وحفظه، والى اللقاء ان شاء الله مع وصفات اخرى. سلام.